يعلم جيدا قيمتها وتأثيرها المدرب محمد وهبي. تنطلق المباراة يا سادة هنا في المتروبوليتانو. أول كرة في هذه المباراة للفريق الوطني الذي يسعى للوصول لمرمى الإكوادور، الذي يبحث عن انطلاقات. إسماعيل السيباري ممتاز لمن يسأل عن إنكابي للأمام نحو ميندا يحاول التخلص من الرقابة الدفاعية. الكرة من الطرف الأيسر، هذا ميندا قوي لكن أمامه فرانكو يلعب من الطرف الأيمن لمنتخب الإكوادور. المنتخب الإكوادوري والبحث عن الحلول، لكن التدخل من ياسين بونو. تحول وصول الأطلس من جديد وناحي يلعب كرة الزنزولي يحاول التخلص من دفاعات منتخب الإكوادور. عبد الصمد الزنزولي، لازالت الخطورة مغربية والإمكانية للتسديد، لكن ضاعت منه. تعود من جديد ضاعت من نائل تتحول للخط الأمامي. صعبة للمنتخب الإكوادوري. ينال بالينسيا قوي. بالينسيا مهاجم نادي باتشوكا الذي أمضى سنوات كثيرة في البطولة الإنجليزية، بالخصوص أيامه مع نادي وستام. بالينسيا يتحصل على ضربة خطأ في مكان صعب. المنتخب الإكوادوري صعبة إكوادورية، الكرة تسدد لكن التدخل من ياسين بونو. تعامل مع المعطى، كرة إكوادورية في منطقة الجزاء، كرة بالراس خلوه لوحده من دون رقابة دفاعية. بلاتا هو من تابع هذه الكرة لكن بعيدا عن مرمى ياسين بونو. جزء كبير من قدرات ورفقة نادي ريال مدريد مع المدرب أربيلو. كرة صعبة لمنتخب الإكوادور لكن تتحول بعيدا من ميندا. ربع ساعة مضت في انتظار التحول. الأمور الأكثر جدية في هذه المباراة بين المغرب والإكوادور. أشرف حكيمي يبحث عن إمكانية للخروج من الضغط. الكرة ضاعت وتتحول من جديد لمنتخب الإكوادور. كرة تسدد ممتازة جدا لمنتخب الإكوادور. منتخب الإكوادور يبحث عن فرص الوصول للمرمى. هذه واحدة من التسديدات للاعب خط الوسط كايسيدو من المباريات الكبيرة أمام البرازيل. كرة من زنزولي سدد مش هتوش في القدم متر عن سطح الأرض. هذه ميزة تخلي بدنيا منتخب الإكوادور يكون أقوى وتعطيه الأفضلية أيضا أمام كل المنتخبات اللي واجهها في كيتو. كرة من جديد للفريق زياش وحكيمي وأناحي في كأس العالم. كرة من أشرف حكيمي مر إبراهيم دياس، لكن التدخل من دفاع المنتخب الإكوادوري. لازالت الخطورة مغربية، إمكانية للفريق الوطني لبلوغ هدف أول في هذه المباراة. إبراهيم دياس الذي كان يحاول اصطياد ضربة جزاء. قصة ضربة الجزاء الشهيرة في نهائي كأس الأفريقيا من فصول الماضي من خريف إبراهيم دياس. اليوم يعيش ربيع العمر مع الريال ومع الفريق الوطني. ونضعت أنه مدرب من قيمة أربيلوا تخفيه عامل ثقة أولا، وحتى تأثير وغابة القوة أيضا في الكرة الماضية بعيدا عن مرمى المنتخب الإكوادوري، بعيدا عن جالين دياز. منتخب الإكوادور كرة تلعب مغربية. زنزولي كانت متابعة من عيسى ديوب. تعود ليوناحي سدد لكن غابت الدقة وغابت إلى العنوي. رفقة نادي AS روما يحاول أنه يفرض وجوده في البطولة الإيطالية وفي المنافسات الأوروبية، ولو أنه الأمر صعب والوطني في مواقف صعبة في هذه المباراة. كرة من جديد نحو المهاجم بالينسيا. هذا كرة الفريق الوطني نائل العنوي أشرف حكيمي لكن ضاعت منه. تعود من جديد للمنتخب الإكوادوري. انطلاقة الإكوادور، لمسات الإكوادور صعبة جدا لكن عيسى ديوب يتدخل. عودة المباراة من جديد للمنتخب الإكوادوري. المساند الملعب منقسم بين جماهير الإكوادور والمغرب. هذه كرة إكوادورية لكن ضاعت. تتحول من نائل لكن الذي يلعب اليوم امام الفريق الوطني وتنتظر مباراة ودية اخرى هي التي نلعب بها اليوم امام منتخب الاكوادور. محاولة اغلاق كل المنافذ والمساحات والاعتماد على جرأة لاعبين ظهيري خط الدفاع بالخصوص نصير واشرف حكيمي، قدرات أناحي والسيباري وابراهيم دياس. كرة لمنتخب الاكوادور. بالينسيا والتدخل من خط في ادوار دفاعية يبعد الكرة. ضربة زاوية للمنتخب الاكوادوري. هذا إينير بالينسيا إكوادوري يلعبها كايسيدو والتدخل لدفاع الفريق الوطني. لازالت الخطورة الإكوادورية. أشرف حكيمي محاولة الخروج بالكرة من الطرف الأيسر. أشرف حكيمي ذكي، الكرة لم تتجاوز خط التماس. تعود من جديد لمنتخب الإكوادور. ينير بالراس لكن بعيدا عن مرمى الحارس ياسين بونو. هذه فرصة أخرى لمنتخب الإكوادور عبر ينير بالينسيا.
نلعب ربع ساعة الأخير من الجولة الأولى لهذه المباراة، والنتيجة أمام حضراتكم لازالت متكافئة. حكيمي للأمام، براهيم دياز لكن ضاعت بدنيا منتخب الإكوادور، منتخب قوي جدا. يلا 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 يلا، وناحي كرة كادية، وناحي إمكانية، وناحي سدد، وناحي اختار حلا فرديا في الكرة الماضية وأصر على أن ينهي بأفضل الطرق. كولومبيا والأوروغواي والباراغواي، والكرة خلينا من الباراغواي، خلينا من الأوروغواي، رجعنا لناحي إمكانية من نيل العناوي، نيل براهيم دياز، براهيم محاولة التوغل، محاولة التخلص من الرقابة الإكوادورية. براهيم يلا، براهيم يلا، كورتك يا براهيم. دياز لحكيمي، 1-2، حكيمي للسيباري، لكن التدخل لا تزال الكرة مهربية، لكن ضاعت. تعود من جديد إكوادوريا، الانطلاق إكوادوريا، رغبة من بلاتا لصنع هذه الهجمة من الطرف الأيسر نحو ميندا وعيسى ديوب. ميندا يحاول أن يجد نفسه إمكانية للتسديد، صعبة جدا مثل هذه الكرات لمنتخب التسديد من خارج منطقة الجزاء. من جديد كرة إكوادورية من بلاتا للأمام للمميز إنير فالنسيا وكايسيدو. 1-2 لمنتخب الإكوادور، صعيبة للإكوادور والتدخل من دون خطأ. حكم الإسباني قال كرة ممتازة للفريق الوطني، وناحي للزنزولي، الانطلاقة من عبد الصمد إسماعيل مرت منه تصل لحكيمي، لكن الحكم الإسباني كل ضربة خطأ للفريق الوطني الذي يغيب عن تشكيل الفريق الوطني، يغيب منذ مدة طويلة، كان دائما الحضور. اليوم محمد وهبي يدفع باختيارات أخرى، هناك قاعدة اختيارات كبيرة لدى محمد وهبي قبل انطلاق المونديال، عدد يعني كل ما اقترب المونديال يلعب للفريق الوطني الضغط من أناحي، ضرب حرمات، استلام الكرة من أناحي، لازالت الكرة مغربية، إمكانية الوصول الأطلس، وناحي يسعى للتخلص من دفاع منتخب الإكوادور، وناحي إمكانية أخرى للفريق. صعبة الكرة، صعبة تضييع مثل هذه الكرات، من اللازم التعامل بحذر مع كرات مثل هذه في مباراة اليوم. كرة لمنتخب الإكوادور، صعبة المنتخب الإكوادور، الهدف الأول لمنتخب الإكوادور الذي ينجح في توقيع الهدف هذه المباراة. المنتخب الإكوادوري الذي تمكن من إيجاد الحل في دفاع الفريق الوطني، وهو يتمكن من تسجيل أولى أهداف في هذه المباراة. كان خطأ في التغطية الدفاعية من شادي رياض جون يبوا، ومن سجل هذا ضاعت الكرة قبل هذه لشادي رياض. المنتخب الإكوادور المنتخب الوطني لإظهار قدرته فنيا قد يفسح المزيد من المساحات امام لاعبي الفريق. الهدف يبوا يضع المنتخب الإكوادوري في موقف المتفوق في مباراة الليلة. هدف لصفر للإكوادور، هدف قد يحيي المباراة برمادها، قد يجعلنا امام مباراة افضل. قدرات ابراهيم دياز، تظهر المساحات والامكانيات. الصباري لمساتك يا اسماعيل، لكن تنظيم ويضع دفاعات الإكوادور تحت الضغط في هذه المباراة. منتخب الإكوادور من الصعب أنك كل لاعب يمشون مع 3-4 لاعبين. تلعب كرة مغربية، نصير المزراوي كان أفضل، وأنك تتكفل بتسديد هذه الكرة عوض تمريرها بالطريقة اللي شفناها. وناحي من الطرف الأيمن قد نرى واحدة ونسخة أخرى منها، كرة من الطرف الأيمن إسماعيل الصباري، كراتك إسماعيل، إمكانيات إسماعيل الصباري، يلعبها الصبياري، لكن التدخل من دفاع منتخب الإكوادور لاعب نادي بيس فايندهوفن الهولندي إسماعيل الصباري، واسترجع الكرة ممتاز. وناحي لمسات، وناحي إمكانيات، وناحي كورت، وناحي الضغط والإمكانية. عبد الصمد الزلزولي والحكم يتدخل ويعلن. حكيمي تسديدة من أشرف، لكن ضاعت. إبراهيم دياز، إبراهيم وسط لاعبين من الطرف الأيمن. إبراهيم من زلزولي بالمهارة يحاول يمر من الطرف الايسر، كرة من زلزولي إمكانية من زلزولي وسط لاعبين. الزلزولي عبد الصمد، لكن ضاعت منه أمام يبوا والكرة إكوادورية. واللاعب الإكوادور في ظل الدعم الجماهيري الاستثنائي من الجماهير المغربية الحاضرة. كرة ثابتة للإكوادور، لمسة الإكوادور بالراس من الإكوادور، والتدخل من عيسى ديوب يتدخل، والكرة تعود من جديد للفريق الوطني. لازالت الخطورة لمنتخب الإكوادور، إمكانية من إنكابيي، والتدخل من ياسين بونو.
ياسين بونو يتدخل امام ضاعت من لاعبي خط وسط المنتخب الاكوادوري امكانيه. هناك المساحات، تدر المساحات، هناك فرص لنقل الخطوره من الطرف الايسر للفريق الوطني. يلا اسماعيل، كره من كرات اسماعيل في هذه المباراه، لمسه ولمسه العناوي. نايل بشويه عليكم بنادي الهجمه على نار هادئه، يتم تحضيرها والتسديد، لكن طانو هذه الكرات اللي لازم نلعب بها امام منتخب الاكوادور. المنتخب الوطني يتحرك، منتخب موف اليوم في اسبانيا في المتروبوليت. وللمزراوي يوضع في قالب واحد في هذه المباراة. كرة من عبد الصمد، لمسة تسديدة تتحول من جديد للفريق الوطني. إمكانية لوصول الأطلس. حكيمي، لمسات حكيمي، كرة حكيمي، لازالت الخطورة. هو الهدف ضربة جزاء ما فيهاش كلام بالمرة، ما فيهاش نقاش بالمرة. ضربة جزاء لوصول الأطلس إلى العناوي. والحكم الاسباني كان في الموعد في الكرة الماضية يتدخل للإعلان عن ضربة جزاء للفريق الوطني في الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. التدخل كان واضحا والحكم كان صارما والقرار كان سليما، وشرف حكيمي عمل كبير في الكرة الماضية. التدخل من الحارس، شوف نائل، شوف العناوي، والتدخل كان واضحا. نائل وغالينديز، وكرة مغربية، كرة الهدف، التعادل في الطريق. نائل الهدف، التصدي، المتابعة والهدف ربيع حرمات. الكرة تنصف ربيع حرمات، الكرة تنصف اجتهادات. يتمكن من تسجيل الهدف. ربيع حرمات ينهيها بهدف في مرمى منتخب الاكوادور. محمد ربيع حرمات أول هدف دولي رفقة الفريق الوطني لاعب نادي الجيش الملكي. عميد نسينا شوية فيما حصل في نهاية الكان. ضربات الجزاء المنتخب الوطني. غالينديز قام بالمطلوب منه، كان تصدياته موفقة جدا والتدخل كان واضح، والتسديدة من نائل العناوي تصدى لها غالينديز. محمد وابي من القيود النفسية التي ترافقهم منذ أسابيع ومرتبطة بطريقة تسديد ضربة الجزاء. أكيد أن العمل سيكون كبير على ضربات الجزاء والضربات الترجيحية في الفترة المقبلة. لازم أنه لاعبي الفريق الوطني يتخلصوا. حسن الحظ ربيع حرمات كان في موقف يساعد على التعامل مع هذه الكرة التي عادت من غالينديز. على الخط معه معا على الخط، قدماه معا على الخط. الحكم يستشير الفار، ولو أن الإعادة مرة أخرى كانت واضحة. أخي هذه مباراة ودية وبالتالي ما لازمش ربما يعيد ضربة جزاء. فرصة أخرى، خيرة في غيرها، معليش الحكم. تثبيت ضربة جزاء، يبقى الهدف هنا الحكم الوطني افضل في الجوله الثانيه. الفريق الوطني لديه القدره على الوصول لمرمى منتخب الاكوادوري. يلزم الكثير من التركيز والهدوء. غالينديز سوء تفاهم بين مزراوي وسير السلام. اناحي لمسه للامام، لمسه. هذه كراتكم، هذه تقاليدكم وعرفكم، والتسديده لكن في يد غالينديز مره اخرى. هرنان غالينديز وحده ينقل الخطوره من جديد في منطقه الجزاء، لكن تدخل من شادي الاسماعيل. يستلم الكرة من نصير، ما كاينش تسلل. يلا الزلزولي، يلا إمكانية الهدف أول فيلم. كما يرفع راية، انتظر نهاية الهجمة لكي يرفع رايته ولكي يعلن عن تسلل عبد الصمد الزلزولي في الكرة الماضية. هنا تسلل عبد الصمد والتمرات للفريق الوطني، لكن الحسند عبد الصمد زلزولي استلام كرة ربيع حرمات. ربيع ممتاز، بعد نظر من ربيع ينقلها لأشرف حكيمي في منطقة الجزاء، والتدخل للوصول هدف التعادل أمام منتخب الإكوادور. يحاول أن يتخلص من القيود التي رافقته طيلة دقيقة الجولة الثانية. التدخل لحسن المساحات لأشرف حكيمي. يلا حكيمي، انطلاقات حكيمي، البراق المغربي من الطرف الأيمن. أشرف حكيمي يسعى للتخلص من رقبة الإكوادور. إبراهيم دياز لصلاح الدين لمن هذه كرة. شمس الدين الطالبي، شمس الدين مضت شمس الدين الطلبي ومن لعب الكرة الماضية. شمس الدين تغيير مسار نظن من أحد لاعبي المنتخب الإكوادوري. لا
لمس الحارس. نعم. يلا الهجمه المرتده لوصول الاطلس، انطلاق، هناك مساحات في دفاع منتخب الاكوادور. تلعب من بلال واشرف حكيمي. بلال يوجه الادوار من الطرف الايمن، ينتظر صعود اشرف حكيمي. يلا بلال كرتك يا بلال، لمساتك يا بلال، كراتك يا بلال. كره للفريق الوطني، الاصرار واضح لتسجيل التعادل، لبلوغ التعادل. بلال الخنوس، بلال برافو بلال، والحكم يقول لا وجود للخطا امام لاعبي الفريق الوطني. كره من عناوي، نيل العناوي لبلال الخنوس، والتدخل من دفاع الاكوادور. تتحول كره ضربه زاويه، تلعب لوصول الاطلس في منطقه الجزاء. تاي بريك، العناوي يحسمها بالتاي بريك بشوط كسر الارسال بلغه الاب، بلغه الوالد، بلغه المؤطر. هذا الشبل من ذاك الاسد. كرة هدف التعادل ولوصول الاطلس امام الاكوادور. فرحة كبيرة للجماهير المغربية. المنتخب انصفت هذه الكرة، انصفت اجتهادات اللاعبين طيلة الجولة الثانية، قدموا المطلوب منهم، وما زال عندكم الفرصة لهزم منتخب الاكوادور. الحكم الاسباني ذا المرة ما عنده ما يرفض، المستويات كبيرة في الفترة المقبلة. هذا الإعادة إلى العناوي. ثقة ما فيها الشك، ما عندناش شك في قدراتكم، وفي شغفكم وفي روحكم.